يا سيدي السلام عليكم. كان تبعتوا الايامات هذيا. فما انتشار المجموعه من الفيديوهات، هي بدات مش المده هذه، هي بدات تقريبا من العيد. هكا الفيديو اللي عمل نتاع مجموعه من الشباب والشابات التوانسه في كربلاء، العباد تحج. العناوين انا خاطيني، انا فهمت. قال لك العباد تحج في الكعبه وفما عباد تحج في كربلاء، والفيديو عمل يعني نوع من الضجيج. الايامات هذيا فما مجموعه كبيره من الفيديوهات، تقريبا هي رقم واحد ترند تو قاعده تدور في تونس، هي انتشار مجموعه كبيره من الحسينيات القانونيه. باش ما نظلموش الناس نقولوا يعني عشوائيه وكذا، لا، في شكل جمعيات وهبطت في الرايد الرسمي وامورها مريقله. تقريبا الاعداد يتراوح ما بين 12 و 15. هذين نحكيو على مؤخرا، واللي تقريبا يعني امورهم قانونيه. انتشارهم فعلاش توا مش توا، هذاك انت دبر راسك. ولو انه الناس الكل قاعده تقول لك لا، هذايا ما خاطر بحكم انه العائله نتاع قيس سعيد، وقيس سعيد درشنيه واخوه نوفل درشنوه، هذه حاجه ما تعنينيش وما ندخلش في الغيبيات. ولكن الاكيد والمؤكد انه عندنا واقع انتشار في المده الاخيره لمجموعه كبيره من الحسينيات في التراب التونسي. ما نجموش نجادلوا في الحقيقه هذه. الحقيقه الثانيه انه الدوله متاعنا برعايتها، برا نقولوا مش برعايتها، نقولوا انه الدوله متاعنا عامله عين رشافت وعين ما شافتش، ولو انه واضحه انه برعايه الدوله. لكن ايضا في نفس الاسبوع اللي هبطت فيه الفيديوهات متاع انتشار الواسع للحسينيات في الولايات الجمهوريه الكل، الرائد الرسمي زاد تقريبا كان بصفه يوميه يهبط ويعلن. سمعت ايش قلت؟ الرائد الرسمي يهبط تقريبا ويعلن يوميا على اغلاق مدارس قرآنية في مختلف بقاع الجمهورية. يعني انت المشهد العام عندك في نفس الاسبوع حاجتين صاروا. رقم واحد، يعني انتشار واسع للحسينيات برعاية الدولة، وقلنا في أحسن الحاجات الدولة عاملة عين شافت وعين ما شافتش. وفي المقابل نفس الدولة ذيك عاملة حملة على الجمعيات والمدارس القرآنية في مختلف البلاد التونسية. وعندكم الرائد الرسمي تنجموا ترجعوا وتتأكدوا من الكلام متاعي. أنا متأكد الموقف هذا صار صدفة، ما فماش يعني ايادي خفيه ولوبيات وعامله الحكايه هذه وانتشار التشيع في مقابل يعني غلط. انا نقول صدفه، وانتم بيدكم تقولوا راهي صدفه. المهم موضوع ما عرفش يعنيكم ولا ما يعنيكمش، يعني قلته لكم وكما قلنا من حاجه عاديه تصير في احسن العائلات. اي حق قبل ما ننسى، هاكا رجعوا الفيديوهات، ورجعت يعني اشقائنا الافارقه قاعدين يدخلوا من الصحراء التونسيه، يعني يدخلوا بارتي كبيره منهم من الجزائر وبارتي اخرى صغيره نوعا ما من ليبيا. يعني في ظل يعني واضح من الفيديوهات تفهم انه يعني مش انهيار للحدود. يعني يا جماعه بالعكس، تفضلوا ادخلوا خذوا راحتكم، ويعني خذوا راحتكم، خذوا راحتكم. يعني الامن والجيش والحرس والناس الكل ما شافوهمش هذوكم الكل، لكن الحمد لله الحمد لله شافوهم وهم يحبوا يجتازوا الحدود داخلين الايطاليا. الحدود الايطاليه ما فادلكوش فيها نحن راهو. لا بلا، الحدود التونسيه يدخلوا رواحكم عادي عادي، فهمت. لكن الحدود الايطاليه هذاك مازال عاد، لا عاد. هيك هو خويا. السلام عليكم.